بسم الله الرحمن الرحيم. الدوال يقال لعلاقة من س إلى ص أنها دالة إذا كان كل عنصر من س يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط في أحد الأزواج المرتبة. اتفقنا إن الزوج المرتب يبقى عبارة عن إيه؟ عن حاجتين، س وصاد، أو يعني رقمين. الرقم الأولاني ده بنسميه المسقط الأول، الرقم التاني في الزوج المرتب ده بنسميه المسقط التاني. احنا بقى بنتكلم عن المسقط الاول، اول عنصر في الزوج المرتب ده اللي هو السين، يعني ده لازم يظهر مرة واحدة بس. او كأني بقول ايه؟ كأني بقول هوصل كل عنصر من سين بايه؟ بصاد. اللي يهمني ان السين، كل عنصر من السين تتوصل مرة واحدة بس. يعني السين اهي فيها كام عنصر؟ 3، يخرج عندي 3 اسهم، كل عنصر بسهم. ده اللي احنا بنتكلم عنه. طيب الشكل ده، العلاقة دي دالة ولا لأ؟ طبعا دالة. ليه؟ اللي يهمني السين اهو علمت عليها، فيها كم عنصر؟ 3، كل عنصر خارج منها سهم. كل عنصر من العناصر خارج منه سهم. ايوه، الواحد خارج منه سهم، الاتنين خارج منه سهم، والتلاتة خارج منه سهم، يبقى دالة. طيب الصادة فارقة معايا اصلا؟ ببص عليها؟ مش ببص عليها، مش فارقة معايا. في عنصر اللي هو 6 ما توصلش اصلا، ماليش دعوة. انا ماليش دعوة بالصادة، انا عيني على السين. طيب ادي علاقة تانية، يا ترى دي دالة ولا لأ؟ اللي يهمني في الموضوع مين؟ سين، اعلم عليها على طول، ببص على السين وبس. السين فيها 3 عناصر، الواحد خارج منها سهم، والاتنين خارج منه سهم، والتلاتة سهم. كده كل عنصر من عناصر س خارج منه سهم، او كأنه مسقط اول في الايه؟ في العلاقة. كأنه مسقط اول في كل زوج في العلاقة، يبقى دالة. طيب العلاقة دي دالة ولا لأ؟ نبص على مين؟ على السين، ما يفرقش معايا الصاد خالص. السين اهي فيها 3 عناصر، المفروض يخرج منها 3 اسهم. انا شايفه اسهم كتيره قوي. طب بصي لي على اول عنصر، الواحد، خارج منه الواحد بس، خارج منه 3 اسهم، ما ينفعش. والاتنين خارج منها سهمين، التلاتة خارج منها سهم واحد، طبعا تبقى مش دالة. ليه؟ لان العنصر الاولاني واحد ده كفايه، ده خارج منه 3 اسهم، المفروض يخرج منه سهم واحد بس. والاتنين طبعا قلنا خارج منها سهمين، لازم يخرج منها سهم واحد بس. يبقى علشان تبقى دالة، كل عنصر يخرج منه سهم واحد بس، كل عنصر من س، ما يفرقش معايا صاد. طيب العلاقة دي دالة ولا لأ؟ اتفقنا ان السين هي اللي بتفرق معايا. السين فيها كم عنصر؟ 3، كل عنصر يخرج منه سهم، واحد خارج منها سهم، اتنين مش خارج منها اي سهم، فطبعا تبقى مش دالة. واحد والتلاتة خارجين منهم اسهم، انما الاتنين مش خارج منها سهم، فطبعا تبقى مش دالة. طيب لو ادهاني العلاقة بالشكل ده، مش مخطط سهمي بقى، مخطط بياني، عيني على ايه؟ على السين. بصلي على السين اللي هي 1 2 3 4، 4 عناصر، يبقى عندي لازم يبقى فيه 4 نقط. اولا دول 5 نقط، ما ينفعش من البداية كده. طيب عشان نتأكد، بصلي على اول عنصر اللي هو الواحد. الواحد اللي هو في السين، في نقطة واحدة بس في السين متوصلة اللي فوق اهو بالطول كده، في عندي نقطة واحدة بس. اه، اللي هي الدايرة اللي باللون الازرق دي، نقطة واحدة بس. خلاص يبقى الواحد، عنصر واحد خارج منه سهم واحد، او متوصل بنقطة واحدة، او خارج منه نقطة واحدة. طيب العنصر 2، نقطتين، يعني زوجين مرتبين، ما ينفعش، لازم يبقى زوج مرتب واحد. لازم الاتنين تبقى ظاهرة كمسقط اول في زوج مرتب واحد، خارج منها سهم واحد، فطبعا تبقى مش علاقة، مش دالة. طيب الشكل ده، العلاقة دي دالة ولا لأ؟ عيني على السين، اول عنصر من السين خارج منه نقطة واحدة بس، ماشي، تبقى لحد دلوقتي ايه؟ دالة. نبص على العنصر التاني اللي هو الاتنين، نقطة واحدة بس بالطول اهو، بنبص بالطول، نقطة واحدة بس، يبقى ايه؟ دالة. 3، نقطة واحدة بس، يبقى لحد دلوقتي برضو ايه؟ دالة. 4، نقطة واحدة بس، يبقى دي ايه؟ دالة. انا ماليش دعوة بالصاد، يعني الصاد مش متوصل فيها غير الواحد بس، ولا الاتنين ولا التلاتة ولا الأربعة خارج منهم نقط، دول مش فارقين معايا، اللي بيفرق معايا س وبس. طيب هنا
اول حاجة عيني على السين، برضو هي نفس السين على فكرة. الاربع عناصر هنبص على اول عنصر اللي هو الواحد، خارج منه نقطة واحدة بس او بيظهر كمسقط اول في زوج مرتب واحد بس، ماشي. طيب الاتنين نقطة واحدة بس متوصلة بالاتنين، او السين بتظهر كمسقط اول في زوج مرتب واحدة بس اللي هو اتنين والتلاتة، ماشي. التلاتة خارج منها نقطة واحدة بس لحد دلوقتي دالة، بس الاربعة مش خارج منها ولا نقطة، مش متوصل بيها ولا نقطة، تبقى ليست دالة. يبقى يا اما بتظهر كمسقط اول في ايه، في زوج مرتب واحد، يا اما خارج منها سهم واحد. طيب المخطط السهم اللي بالشكل ده لما تبقى س علاقة على نفسها من س لس، هنبص برضو على ايه، انا عندي اربع عناصر اهو في السين، نبص على الواحد خارج منه كام سهم، والاتنين خارج منها كام سهم، تلاتة خارج منها كام سهم، الاربعة خارج منها كام سهم، وهكذا. لازم يبقى عندي اربع اسهم كل عنصر خارج منه سهم واحد، ماليش دعوه باللي داخله، اللي خارج منه. طيب اول عنصر اللي هو واحد، بص لي كده خارج منها كام سهم، خارج منها سهم واحد، يبقى لحد دلوقتي دالة، ماشي. انا ببص على اللي خارج منه مش اللي داخله، العنصر اللي خارج منه سهم. طب تاني عنصر اللي هو اتنين، خارج منها كام سهم، اتنين، ما ينفعش، لازم يخرج منها سهم واحد بس، تظهر كمسقط اول مرة واحدة بس، تظهر كمسقط اول يعني يبقى خارج منها سهم واحد، دي معنى الكلمة، تظهر كمسقط اول يبقى خارج منها سهم واحد، طبعا تبقى مش دالة. طب العلاقة دي دالة ولا لا؟ برضو عيني على الاربع اسهم، اول سهم عندي او اربع عناصر يعني، اول عنصر عندي هو الواحد، خارج منه كام سهم، ماليش دعوه باللي داخلين له سهمين، ماليش دعوه بيهم، انا خارج منه سهم واحد. شايف دخل للواحد سهمين مش فارقين معايا، اللي يفرق معايا اللي خارج منه، خارج من الواحد عنصر واحد بس او سهم واحد بس. طب الاتنين، خارج من الاتنين برضو سهم واحد بس. طب التلاتة، خارج منها سهم واحد بس، داخل لها سهم وده ماليش دعوه بيه، المهم ان خارج منها سهم واحد بس. الاربعة، خارج منها سهم واحد بس، طبعا داخل لها سهم وقلنا ده ماليش دعوه بيه. كده كل عنصر من الاربع عناصر خارج منه سهم واحد بس، تبقى دي دالة، يبقى لازم يخرج من كل عنصر سهم واحد وبس. طيب دالة ولا لأ؟ والله واضح من اولها كده الاتنين مش متوصل بيها حاجة، يبقى مش دالة. طب نبص برضو تاني، ما هي كده اولا هي ليست دالة يعني بمجرد النظر. الواحد خارج منها سهم، وادي سهم تاني، ادي اول عنصر شفته خارج منه سهمين، يبقى ما تنفعش. والاتنين مش خارج منها ولا سهم، يعني كذا سبب يخلي لي دي مش دالة، ان الواحد خارج منها سهمين، وان العنصر اتنين مش خارج منه ولا سهم.